يا نجاتي انفخ البلالين عشان عيد الميلاد. طبعا الإفيه ده كلنا عارفينه، وهو إبراهيم نصر بيموتنا من الضحك وهو بيقوله في الكاميرا الخفية. يا نجاتي انفخ البلالين. 15 سنة قدم فيها إبراهيم نصر البرنامج، فقدر يحفر اسمه كواحد من صناع البهجة الكبار في رمضان. وبرغم كده إبراهيم نصر بيقول إن دخل التجربة دي بالصدفة. طب ما تيجوا نشوف. كابتشن اعمل لايك. في يوم من الايام كان ابراهيم نصر بيشتري مجلات من واحد واقف عند مسبيره وهو متعود يجيب منه، وبالصدفه قابل عبد المنعم غالي اللي كان لسه ماسك رئاسه القناه التانيه، وراح عازم ابراهيم نصر على كوبايه شاي في مكتبه. ولما طلعوا المكتب عبد المنعم غالي قال لابراهيم نصر احنا عايزين نعمل حاجه في رمضان تقعد الناس في البيت وتموتهم من الضحك. فعرض عليه إبراهيم نصر فكرة برنامج للمقالب. في الأول ما كانش عبد المنعم متحمس قوي للفكرة، لكن بعد شرح إبراهيم نصر لقى الراجل مسك سماعة التليفون يعرض الفكرة على سهير الأتربي رئيسة التلفزيون، اللي كان ردها اديله عربية وكاميرا وينزل يصور حالا. وفعلا نزل إبراهيم نصر الشارع واتنكر في كذا شخصية، واتذاع البرنامج في رمضان سنة 90 وكان اسمه انسى الدنيا. وبرغم نجاح البرنامج كانت المفاجأة ان تاني موسم محدش سأل فيه ولا قال له فينك يا هيما، لكن الحظ بقى كان ليه رأي تاني وقال لو لعبت يا زهر. في الوقت ده طلبت وكالة نور للإعلان التعاقد مع التلفزيون على إنتاج مجموعة من البرامج الرمضانية، وكان من ضمن البرامج اللي طلبت إنتاجها وعرضها على التلفزيون الكاميرا الخفية اللي بيقدمها إبراهيم. ولما قابل إبراهيم نصر المخرج رائد لبيب لقاه بيقول له تعرف إنك ضيعت عليا السنة اللي فاتت كاملة ولا مليم دخل المسلسل اللي كنت بعمله، خدت كل الإعلانات. فرد نصر وقال له مش مهم احنا دلوقتي سوا. وطبعا كان في اتهامات للبرنامج ان بيكون متفق مع الاشخاص المشاركين فيه، لكن ابراهيم نصر كذب الكلام ده كله وحكى ان اتعرض اكتر من مرة لضرب مبرح من بعض الشخصيات. فمرة اتعرض لضرب من واحدة ست اديته بالروسية، والله، لكن بعد ما اتأكدت من شخصيته ان هو مقلب اعتذرت له. ولما سألها بتشتغلي ايه ضحكت وقالت له بتأجر في الخناقات، فهو ساعتها عرف هو خد الروسية ليه. وفي مرة كانت الحلقة عند جزار، قام مدخله وقال له انتوا نصابين وعايزين تاخدوا اللحمة، وقام مطلع العيال اللي شغالين عنده ضربوه وهتك يا ضرب. وقف على كده؟ لا، دخلوه التلاجة وعلقوه في الهلب. وخلال عمر البرنامج رفض 25 شخص إذاعة الفقرة. واحد من اللي رفضوا قال له ان هو واحد صعيدي ابن عمدة، ولو اتذاعت الحلقة اهله هيأذوه ويمكن يقتلوه فيها. ولو عجبتكم حلقة النهاردة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وشروق في ايه. سلام.